السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. آه كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. للأسف فاضل يومين على شهر رمضان. الشهر خلص بسرعة. دايما الواحد بيبقى مستعجل في الأول، بعد كده بيزعل لما بيلاقي رمضان بيخلص على طول. إن شاء الله أعلنوا إن عيد الفطر المبارك أول يوم هيكون يوم الأحد إن شاء الله. ده عندنا أعتقد في مصر برضو نفس اليوم. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم إن شاء الله. كان جاي لي بعض الأسئلة إن يعني نرجع نعمل فيديوهات عن الهجرة تاني. عاوز أقول إن أنا يعني ما بطلتش هجرة، عادي بنتكلم عن الهجرة وبنتكلم عن الأحداث اللي في أمريكا، بس في الوقت الحالي ما كانش فيه أي حاجة يعني مهمة نتكلم فيها. ما فيش أي تغييرات ولا أي حاجة حصلت. طبعا إن شاء الله قربت نتيجة الهجرة العشوائية، هتبقى في شهر 5 إن شاء الله، في مايو. أتمنى لكم كلكم التوفيق إن شاء الله. ناوي أعمل أنا سلسلة للمهاجر إن شاء الله، للمهاجر الجديد، أبديت يعني محدثة بالأسعار بتاعة الوقت الحالي. أنا عملتها قبل كده، كنت أعملها للناس تعمل ايه أول ما تيجي، تسكن فين، تروح فين، تسكن ازاي، الكلام ده كله، أسعار السكن، بس كان بالتواريخ بتاعتها. ممكن برضو لو انت حابب تاخد فكرة عن الأسعار وقتها، على الفيديوهات القديمة موجودة لحد ما نعمل بأحدث حاجة وأحدث الأسعار والكلام ده كله. ما تقلقوش إن شاء الله، الدنيا سهلة وبسيطة. بس زي ما أنا قلت في أكتر من فيديو قبل كده، كل واحد يطور من نفسه. اللي ما بيعرفش في أي حرفة يتعلم حرف جديدة. اللي ما بيعرفش يسوق يتعلم السواقة، يروح يطلع رخصة السواقة. مهم جدا تيجي أمريكا ومعاك رخصة السواقة، هتسهل عليك إن أنت تاخد الرخصة الأمريكية بدل ما تضطر تروح مدرسة هنا وتقعد تسقط في الدرايفنج اكزام أو امتحان السواقة. امتحان الكمبيوتر برضو مش سهل، بس يعني أفضل إن أنت تاخد امتحان الكمبيوتر بدل ما تروح مدرسة وتمتحن السواقة لو أنت معاك الرخصة. والرخصة مهمة جدا جدا جدا. طوروا من نفسكم. لو حد بيحب الكمبيوتر خدوا كورسات اكتر، اتعلموا اكتر عن الكمبيوتر. الناس اللي عندها شهادات، الخريجة، يترجموا شهاداتهم، يجيبوا كل شهاداتهم معاهم. اللي هيسافر قريب يحوش فلوس كتير، يعمل حسابه بزيادة، يجيب معاه فلوس بزيادة. طوروا من اللغة. اللي ما بيعرفش لغة يحاول يطور من اللغة. لو يقدر يروح ياخد كورسات يكون يفضل جدا جدا جدا. ما عندوش وقت يشتري باقة انترنت كويسة، يتفرج على فيديوهات. في فيديوهات كتير لتعليم الانجليزية ببساطة. يعني على الاقل حاولوا تتعلموا البيزكس، هيساعدكم كتير بدل ما تبقى جاي ميح خالص. هتفرق معاك جدا جدا جدا. ان شاء الله نتكلم عن الحاجات دي بتفاصيل اكتر اول ما النتيجة تبان، اول ما نقرب على شهر 5 باذن الله. اتمنى لكم كلكم التوفيق، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. وشكرا لمتابعتكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.